انت حضرتك شفت الواقعه؟ شفت الواقع. تمام. الواقعه حصلت فين بالظبط حضرتك؟ عند حراسه، قدام حراسه اللي هو بتاع العطاره. بتاع العطار. تمام. ايه اللي الكاميرا حصل؟ بتاعت حراسه جايبه كل حاجه برضه. تمام. وبتاعت المديريه جايبه كل حاجه، وبتاعت الحاج سيف جايبه كل حاجه، وكاميرا المديريه جايبه كل حاجه. تمام. يعني الكاميرات اللي كانت موجوده عند حراز وكاميرا المديريه وكل الكاميرات اللي في المحلات متعلقه هناك دي المفروض نقلت الحقيقه كامله او صورت. تمام. تمام. انت بقى عينيك شافت ايه بالظبط؟ احنا شافت ان لقيتهم بيشوحوا جوه العربيه، صاحبي قام نازل، قام امين الشرطه مطلع التمنجه قام مديله. شفت زي الافلام بالظبط. يعني استاذ محمد علي ده يبقى صاحب حضرتك؟ تمام. اخويا اكتر من اخويا كمان. انا عاوز يجي امين شرطه او ضابط خدم في الضرب احمر من 50 سنه من وانا عيل، ويجي يقول ان في ولد او راجل او واحده شتمت واحد من الضرب امين شرطه من 50 سنه هتهري كده، او في 25 يناير بقبته في بيوتنا كنا بناخده من عندنا. احمد موسى اقول له عيب، ده في ضرب احمد بالكامل كل هجيلك ما فيهاش حد بلطجي. بوظ الاعلام دوت اللي احمد موسى اللي ادوله على قفاه بره. احنا مش بلطجيه، احنا رجاله كلنا واحد، الضرب الاحمر كلها واحد، واحنا بناكل عيش. امين الشرطه مش عايز يديله حسابه ليه؟ في شرع مين؟ ينزل ياكل عيش يرجع جثه؟ هل يرضاه رئيس الجمهوريه يرضاه على نفسه؟ وزير الداخليه يرضاه على ابنه؟ فين حقه دوت؟ فين حق عيل عنده 20 سنه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا لما انتخبنا رئيس الجمهوريه عاوزين. انت حضرتك انتخبت السيسي؟ انا انتخبت السيسي، كلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. فاهمني؟ ان اللي يتسال في الموضوع ده وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه اللي احنا انتخبناه واتضحك علينا زي ما زي ما استني زي برضه ما انتخبنا الاخوان واتضحك علينا. الضرب الاحمر ما فيهوش بلطجيه ولا اخوان، الضرب الاحمر حلو حافظ الضباط الاحرار وده عيالنا محمد خليل وده عيل من عيالنا هنا من الشعب، واحنا وقفنا مع المديريه، وقفنا مع الداخليه، وقفنا مع اسم المفتي، مع مديريه الامن، مع اسم عابدين، وقفنا مع الدنيا كلها عشان البلد تتعدل، عشان دي بلدنا. ما ينفعش الشرطه تعمل كده، ما ينفعش المديريه دي لازم احنا بنكره الداخليه، احنا مش عايزين داخليه، احنا لازم نمشي. انت حضرتك تعرف الشاب اللي اتقتل ده؟ ايوه ده سواق جرنا شايته قدامنا. عريس هيخش يوم الحد. ايه تاني حضرتك؟ عريس هيخش يوم الحد، حزب الله نعم الوكيل فيه، في اللي اذاه واللي قتل، عشان بقول له هات حق الركوبه. بقول له الامير شرطه ما ينفعش انا ركوبه، راح ازخه بالنار في دماغه. حزب الله نعم. وابن اخويا كان معاه، واخدينه شاهد في مديريه الامن. واخدينه شاهد فوق. برضه دلوقتي مش عارفه يعملوا ايه مع ابن اخويا الاخر فوق. هيطرمخاه يا باشا، هيطرمخاه يا باشا، هيطرمخاه يا باشا.